ومعنا دلوقتي تامر حسن وهيقول لنا ايه رأيه في المهرجان. والله هو كفكرة حاجة كويسة. المهرجان ده رقم 4. هو الفكرة حلوة، حتة ان انت تعملي وجوه جديدة وتطلعي عشان يبقى الوسط يتصاعد، مبقاش فيه نجم اوحد وجيل بيسلم جيل. بس يعني انا بتمنى من الله ان يتقدم ماتيريال كويس يطلع منه ممثلين كويسين، مخرجين كويسين، لوكيشنات، مدير تصوير، ما يكونش تضييع وقت، ما يكونش ده حقيقي، ما يكونش ضغط. يعني انت ممكن تلاقي عشان خاطر الفيلم ممكن يتصور بموبايل فيدخل مهرجان، ده كواليتي مش كويس. ممكن يكون مبدعين فن كتير فتلاقي ماتيريال مش كويس اذا كان ما وراء الكاميرا او ما امام الكاميرا. انا بتمنى من الله ان شاء الله يا رب يا رب يا رب المهرجان ده يعني ينول اعجاب الجماهير والنقاد على حده. اتمنى من الله ان المهرجان يطلع نجوم تدخل الساحه، ننوع، تنويع في الوسط، ده حاجه مطلوبه جدا جدا. بتمنى من الله ان هو يكون عجبكم انتوا الاول قبل ما يعجبنا، لان هو لو عجبكم اكيد انتوا هتبقوا باك جراوند لينا ان شاء الله. فيا رب يا رب يا رب المهرجان يعجبكم، يا رب يطلع من الافلام اللي هتتشاف حاجه رساله تتقدم للناس، ايجابيات، يا ريت ما يكونش فيه سلبيات. دي فعاليات المهرجان، لو طلع دوت يبقى المهرجان ناجح، هيبقى فيه 5 و6 و7 و8، وان شاء الله يا رب يا رب يا رب زي ما بقول بدل مره 2 و3. الحاجات دي هتنمي الثقافه في مصر. لو الثقافه اتنمت في حاجات كتير قوي هتتغير، فالثقافه ليها عامل كبير، الميديا عامه كلها اذا كان مرئيه او مسموعه فيا رب يا رب ان شاء الله يعني المهرجان يعجب الناس كلها بس هو ده. نتمنى فعلا المهرجان يوصل للناس كلها ويعجب الناس، ونتمنى ان انت يعني كشاب ممثل لسه اشوفك من احسن الممثلين، واشوفك من ضمن المهرجان السنه الجايه من الذين يكرمون في المهرجان. والله يا رب يا رب يا رب ان شاء الله يا رب يا رب انا اعمل حاجه تستاهل ده، لان لو ما عملتش حاجه تستاهل ده ما استناش اللي حضرتك بتقوليه. بس يا رب انا اعمل حاجه يا رب اشرفكم بيها يعني. ان شاء الله يا فندم، وان شاء الله تشرفنا ونشوفك ممثل فعلا عظيم قدير يوحي به امام الجميع. اخر جمله معلش انا اسف، يا رب يا رب عبد مصر بخير، دي اهم من اي حاجه خالص في الدنيا. اشكركم واشكر الوسط الفني واشكر حضرتك واشكر الاستاذ. انا بشكر حضرتك للقائك معنا يا فندم. الله يخليك، ميرسي جدا. مع السلامه.